مساء الخير على اجمل فراولات واحلى اخوات في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايين بحاجه حلوه تحليه في كاسات النيش اللي احنا مخلينها ديكور. هنطلع من النيش، اخيرا هنطلع من النيش ونستخدم الكاسات اللي في النيش، هنعمل منها فيها احسن كيك بطريقة سهلة وبسيطة بصوص شوكولاتة حلوة خالص، مش هيوقفك كتير في المطبخ، اقل من نص ساعة. بجد حلوة خالص وهتعجبك قوي، والطعم خطير 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 خطير، وبأقل تكلفة وبأقل مقادير خالص، موجودة عندك في كل بيت. يلا بينا علشان نشوف احلى كيك الفنجان بطريقة سهلة وبسيطة. وكمان لو حابة بتعمليها صيامي بتعمليها صيامي بالزيت وبالسكر وبالمية السخنة بس، وبنفس المقادير هي بجد حلوة خالص خالص خالص، والطعم خطير زي ما قلتلك. ويلا بينا، ما تنسيش اللايك، ولو انتي اول مرة تشوفيني على مطبخ مريومة شانل، ما تنسيش حبيبتي تشتركي في القناة وتعملي اللايك والاشتراك وتفعلي زر الجرس. يلا بينا نشوف الطريقة. بقى يا حبايب قلبي نعمل الكيك الشوكولاتة الشاتو الحلو خالص. هنعمله بدون فرن، هنعمله على البوتاجاز من فوق بطريقة سهلة وبسيطة خالص، بمقادير بسيطة خالص، مش هنبهدل حاجة ولا هنكلف حاجة. تمام، يلا بينا نبدأ. اول حاجة معايا كوباية من الزيت، كل حاجة في الخلاط. تمام، ومعايا كوباية من السكر. قبل كده على فكرة انا عملتها لكم بس في الفرن، بس المرة دي بقى هنعملها على البوتاجاز من فوق، وهنطلع الفناجين اللي بتبقى في النيش اللي بتبقى حاطينها ديكور، لا هنطلعها بقى ونستخدمها. ومعايا كوباية حليب، لو عاوزينها بقى صيامي بقى علشان كل سنة وانتم طيبين. هتشيلي الحليب وهتشيلي البيض، هتعمليها بلبن كوباية مية سخنة وكوباية سكر وكوباية زيت بس فقط لا غير، وهتستخدمي من غير بيض ومن غير اي حاجة، هتستخدمي بقية المقادير كلها زي ما هي. تمام، يبقى حطيت هنا كوباية زيت، كوباية سكر، كوباية لبن، ومعايا نص كوباية من الكاكاو الخام المحلى. انا كده هنخله كاكاو خام غير محلى، نص كوبايه. ادي معلقه هرميه، ادي معلقتين مليانين. تمام، وهنخلهم كده كده بنخلهم اهو، علشان لو في اي حاجة تاكلات طلعت ولا اي حاجة بعملها بالمعلقة. وخلاص كده انا خلت المعلقتين الكاكاو اهو. تمام، وهنضربهم بقى في الخلاط كده، وابدا بقى اقلب واضرب تاني لحد لما القوام بتاعي يتقل. بصي هو بدا يتقل معايا اهو، بس بدا يتقل. هضرب تاني بس اقلب عشان لو في حاجه لسه ما دابتش، واضرب تاني وخلاص. ضربته كده اهو، بص القوام بقى بتاعه هو نزل كده اهو، شايفين القوام تقل ازاي. هخلي اشيل كوبايه بقى وهنشوف بقية الكمية هنعمل ايه. بس اشيل كوباية كده وبقية الكمية تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه بيها. كوباية اهي. هنا بقى باقي الخليط كده احط البيضتين بدرجة حرارة المطبخ، وزي ما قلت لكم لو عاوزين صيامي بتشيلوا البيض، وزي ما قلت لكم كوبايه السكر وكوبايه الزيت وكوبايه ميه مغليه بس كده، وبقيه المكونات هي. طبعا بيض احط فانيليا، عندي فانيليا سايره احط فانيليا سايره،
وهبدأ اضرب المكونات دي كلها تاني مع بعض. كده بقى بعد ما ضربت المكونات كلها هنزلها كده الخليط اهو. هنا بقى معايا الخليط حطيته كده، ومعايا كوبايه من الدقيق انا نخلاها هحطها تاني هندخلها، ومعايا كيس من البيكنج باودر يعني معلقه كده كبيره هحطها وهنخلهم مع بعض. اضرب بقى. لو انا حطيت كوبايه دقيق، لو احتاجت دقيق تاني هحط دقيق تاني معاكم. هحتاج حوالي نص كوبايه تاني دقيق علشان تبقى خدت معايا بالظبط كوبايه ونص من الدقيق. هنا بقى يا حبايب قلبي حطيت نص كوبايه الدقيق التانية، يعني حطيت كوبايه ونص بالظبط دقيق، كوبايه ونص بالظبط دقيق. تمام. وهضرب فيهم كده كويس بالمضرب بتاعي، يبقى القوام بتاعي زي ما احنا شايفينه كده، لا هو تقيل ولا هو خفيف، يبقى القوام المظبوط. تمام. وبعد كده هبدأ بقى بالفناجين اللي هي الفناجين اللي احنا راكنينها في النيش، ابدأ بقى ان انا اصبها 3/4 يعني نص بزيادة. تمام. جبت الفناجين المركونة في النيش اهي، جبتها وهحط سنة من الزيت، وهبدأ ادهن المجات بتاعتي كلها كده، وادهن المجات كده. دهنت كله كده، وجبت كمان فخار كده احطه لو اتبقى كمية. هبدأ كده 3/4 الفنجان يعني نصه كده بشوية، وهحطه اهو كده. وهبدأ هنا برضو ازيد من نصه بشوية. بصوا بقى كده خلاص اهي الكمية طلعت لي 4 فناجيل بس. تمام اهو. وادخلهم بقى احطهم في الحلة، والفنجان ده خلاص ما بلهوش مفيش، فعملت لي 4 فناجين. هجيب الحلة وهحطهم في الحلة كده. حطيتهم في الحله، رصيتهم في الحله، وهجيب ميه مغليه احطها كده في الاطراف، وهحطهم على النار، وهتشوفوني معايا هعمل ايه خطوات. بصوا ما خدتش اي، بجد ما خدتش اي وقت، يعني اقل من نص ساعه هتبقي فعلا عامله شيش شيطه اهو كده. بقى تعالوا نشوفها. بصوا عليت قد ايه، بصوا حتى طلعت من بره البتاع، بره الفنجان. بصوا شايفين الخله طالعه اهي نضيفه. فهسيبها بقى كده، هطفي عليها خلاص، وهسيبها كده بقى تهدى بقى شويه كده، وهنشوف مع بعض نعمل ايه بقى. ايه بردت بقى شويه كده على قد ما انت تستحمليها، هتطلعيها كده اهي. هي لسه ما بردتش قوي، شايفين شكلها تحفه. بصوا بقى علشان هي عليت كده وطلعت قوي، فايه هبدأ اشيل الوش بتاعها ده كده اهو. شايفين مفرغه من جوه ازاي، تحفه وطريه. هبدأ بقى احطها كده الفيلو. هبدأ برضه اشيل الوش بتاعها ده كده علشان ايه، بس اعرف اسقيها واعرف احط صوص الشوكولاته عليها اهو. ابدأ برضو هنا كده اهي. بصوا طالعه طريه تحفه بجد، تحفه اهي. شايفين تحفه صح. بصوا طريه، بصوا طريه من جوه ازاي. خد دوق يا فيلو، دوق وقول لهم عشان انت قاعد جنب هتتجنن. بص ايه رأيك؟ حلو جميلة؟ حلو. بصوا بقى هحط بقى هسقيها، وهنا اللي في الطبق اهو هسقيها، وهنشوف مع بعض هنحط صوص الشوكولاتة اللي احنا عاملينه مع بعض. يلا بينا.
هنا بقى جبت حوالي نص كوبايه من اللبن، حطيت معلقتين سكر كبار كده وادوبهم علشان ده ايه هسقي بيها الكيكه. حابه تعملي الخطوه دي اعمليها، مش حابه تعملي الخطوه دي ما تعمليهاش، بس عشان تبقى ايه طريه معايا وجميله. هحط لك عليها يا فيل، مش عايزة ليه هتبقى جميله. وهسقي منها برضو كده اهو. حابه تعملي انت الخطوه بقى دي زي ما انا قلت لك كده اعمليها، مش حابه استغنى عنها خالص. بس كده اهو. وابدا بقى احط صوص الشوكولاته اهو، كان في التلاجة. بصوا جمد ازاي تحفه. ابدا كده. حابه لو انت حاساه برضو تقيل ممكن تحطي له معلقتين لبن كده وتدوبيه اهو. بصوا هحط له معلقتين لبن عشان حاساه تقيل اهو. هبدا بقى كده صوص الشوكولاته اهو. هبدا بقى احط كله ونشوفه مع بعض. كده شكل الكيك بعد ما طلع تحفه خالص. بتمنى يا رب تجربيه. وبصوا طري، تعالوا ندوق كده مع بعض. بصوا قد ايه طري، بصوا من جوه، شايفين من جوه اهو. جميل 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 جميل. بصوا شايفين. خد يا فيل ودوق. مش بحب الساقع. لا مش ساقع. حلو حلو جميل خالص تحفه. حلو. دوق يا مارينا. بصوا تحفه. جميل. حلو قوي 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 قوي. تسلم ايدك يا ماما. تسلمي يا قلبي ماما. بصوا تحفه. بجد مش عاوزه ابطل. بتمنى يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش حبايب قلبي تجربي الطريقه وتقولي لي رايك ايه. بجد كيكه الفنجان تحفه خالص. جربيها، مش هتاخد منك اي وقت ولا اي مجهود، وهتطلع معاكي ناجحه وجميله خالص، وعيالك هيتبسطوا قوي بيها. ويلا طلعي بقى ايه الكاسات والحاجات اللي في النيش واستعمليها. يلا اقول لكم باي باي، ومتنسيش اللايك. باي باي.